كامل إدريس بابا الفاتيكان. الكل يعلم منذ أن أعلنت حكومة تأسيس ميثاقها الدستوري كل الإسلاميين والحركة الشيطانية يصرخوا بأن العلمانية كفر والتعددية مؤامرة والمسيحي لا مكان له. ثم أول ما ضاقت بهم السياسة شالوا شنطهم وجروا للباب الفاتيكان. ليه؟ يطلبون البركة والدعم. سبحان الله، عندما يكون الوطن في الداخل يتذكرون الدين للتحريض ويستخدمون الدين لتمريرات الأجندة، وعندما تكون المصلحة في الخارج يصبح البابا صديق السلام وهو شخص مسيحي. كلام غريب. والذي كان يقول أن الدولة لا تحكم إلا بدين واحد اللي هو محمد حمدان دقلو ورفاقه أثبت بنفسه ورفاقه أنه لا يستطيع حتى إدارة السياسة بدون الاستناد لغير المسلمين الذين كانوا يشيطنوهم صباحا ومساء. هي الحركة الإسلامية. يعني أنت قادر تتخيل يا مؤمن الناس اللي بتشيطن وبتقول لا للعلمانية اليوم اقتنعوا تماما وأرادوا أن يذهبوا إلى باب الفاتيكان. الفاتيكان ده العامل كنترول لكل الدول المسيحية في العالم. ده باعتباره زي القائد حقهم يعني، وشيلوا البركة منه. أنت قاعد تتخيل يعني ده المسلم، ده الأخ المسلم اللي قال نحن مسلمين ولا للعلمانية، هم ماشيين لباب الفاتيكان. لأنه حميتي ورفقائه في حكومة تأسيس كانوا يتحدثوا بأن السودان لا يمكن بالتعددية حقته دي يحكم عن طريق دين واحد. قالوا لازم تجي علمانية، الحل علماني. وللأسف الإسلاميين أخوان الشياطين وأتباعهم وأزيالهم من الإعلاميين الأبواق على مستوى الميديا يقول لك لا العلمانية كفر، نحن قيل المسلم لا وما أدري. اليوم دارين يمشوا للباب الفاتيكان، ده قسيس يذهبوا لقسيس ياخذوا البركات. هؤلاء هم الحركة الإسلامية، حركة الشياطين، السفر الملاعين. أما محمد حمدان دقلو الرجل الذي قال أن الدولة المتعددة لا ينفع معها إلا الإقصاء، لا ينفع معها الإقصاء، فقد اليوم أثبت محمد حمدان دقلو ورفقائه بأن الواقع هو كل كلمة قالوها. هم لم يكونوا يدافعوا عن الدين، أولئك الإسلاميين لم يدافعوا عن الدين، كانوا بيستخدمونه كسلاح للوصول